نعرف ايه المعايير او المقومات اللي محمد ابو تريكه هينزل يدي فيها صوته لعضو مجلس الشعب هيمثل مصر. قول لنا كده 1 2 3 4 معايير او مقومات. انا اصلا اكون صريح برضه عشان ايه الناس تبقى اجابتي ما تبقاش دبلوماسيه. انا اميل للتيار الاسلامي. التيار الاسلامي سواء بقى اخوان سواء سلفيين سواء ليه؟ بس عشان ابقى ده فهمي للاسلام. الاسلام منهج حياه. يا عم جرب منهج الحياه. بتجرب انت هتخسر ايه؟ انا عاوزك تبقى حر، ما تبقى حر. عاوزك يبقى في حق، ما انا هسعى لك للحق. الاسلام احنا بس المشكله اللي عندنا الناس ما عندهاش ثقه في من يطبق الاسلام. هي دي النقطه الحلقه. لما تيجي تحكم على الاسلام كمنهج ما تحكمش من خلال الافراد، احكم من خلال المنهج. ممكن اللي يطبقه صح، وممكن اللي يطبقه باسلوب تاني. والناس برضو خايفه انه يقول لك الشريعه. طب ما انا كنت كل ما اقرا سوره الاعراف الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. طب بيخاطب مين؟ ده بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له ما يبقاش عندك حرج من كتاب ربنا وشرع ربنا ومنهج ربنا. بس مين اللي هيطبقه ويطبقه ازاي؟ وفي نفس الوقت انت هتيجي تحاسبني على اقامه الحدود، بس الاول وفر لي الحاجات اللي ما تخلينيش وادي هذا ما تخلينيش اسرق مثلا، ما تخلينيش اعمل كذا، ما تخلينيش اعمل كذا. وفر لي الامور دي الاول وبعد كده حاسبني. ان ده مهمه الناس اللي هي الملتزمه، الناس المسلمه اللي فاهمه الاسلام صح. الوسطيه تكون وسط. وبعدين اولا واخيرا الاسلام ليس جاء لكبت الشهوات، لضبط الشهوات. ايه اللي يميز الانسان سوري في اللفظ عن الحيوان؟ ما هو ده عنده شهوات وده عنده شهوات. العقل. وفي نفس الوقت انا لما اجي اختزل الاسلام في الشهوات، ده خمره، ده كذا، ده سياحه، ده كذا، ده كذا. يا جماعه الاسلام دي كل الامور دي امور يعني ممكن الناس تتغاضى عنها والناس تستغنى عنها. انما الاسلام منهج حياه. الحياه ان انت تبقى ملم، الحياه ان انت تبقى انسان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، حط المنهج الاول وبعد كده خلق الانسان. ايه اللي يميز الانسان؟ زي ما بقول لك روح. انا مش عاوز الروح والعقل، انا مش عاوز اللي يغيب العقل ولا يغيب الروح. انا عاوزك تبقى انسان محترم، انسان ذو قيمه، انسان ايجابي في المجتمع. جرب الاسلام. والاسلام مش معنى ان انا هقطع بقى ايد وهقطع واعمل. هو الاسلام امتى الاسلام اقام في سيره او تاريخ الاسلام؟ امتى الحدود اقيمت؟ نادرا. وفي نفس الوقت عشان بس الناس ما تاخدش الكلام مفهوم تاني، وهو الاسلام بيتعامل مع الاخرين، مع المسيحيين، مع كذا مع كذا مع كذا، وفي حب وفي تعاون. بس الاهم زي ما بقول النقطه دي، الثقه مفقوده فين؟ في الناس اللي بتطبق. وتطبق ازاي؟ ما انت ممكن اطبق الشريعه بس التطبيق ازاي؟ زي ما بقول اوفر الامور اللي ما تاديش اللي انا اقيم الحدود. وفي نفس الوقت انا عاوز يبقى الناس تبقى عندها ثقافه الضمير. ما انا ممكن اقول انا حرمت الخمور وحرمت ان انا اتاجر في الخمور، ما ممكن حد يجيب لي خمور ويقعد في ركن من الاركان او في بيته وش. انا مش عايز كده. انا عاوز ثقافه الضمير تبقى موجوده، لان انت اولا واخيرا بتراعي ربنا سبحانه وتعالى. يعني اللي انا استشفيته من كلامك يا كابتن محمد ان النظام في مصر يحتاج الى ناس عندهم امانه، عندهم كفاءه، عندهم اعتدال، وعندهم وسطيه، وعندهم خبره وعندهم كفاءه. وايضا انت بتقول انا المرجعيه بتاعتي انا مرجعيه اسلاميه، وده انا احييك على كده. ان دايما الناس لازم يبقى الانسان يبقى واضح مع الناس، والناس دايما تحب ان الانسان يكون واضح معاها. لكن عايز اقول لك حاجه يا كابتن ابو تريكه، انت وضحت حاجات كتير جدا، الشبهات اللي هي كانت بتقع على كثير من الاسلاميين في الفتره اللي فاتت. انت قلت ان ادوهم المحك وادوهم التجربه وفي الاخر حاسبوهم. الكلام ده مهم جدا، ولكن احب ان انا اطلع تقرير برضه هيسعدك، وتقرير مهم جدا نشوف حب الناس لابو تريكه عامل ازاي.